متابعينا مشاهدين عبر منصة وقنوات ستي تي في، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. المهم ما يستفيد السيد كاسترو، وهو الرجل الذي بحوزة طب عبد الله العمري داخل منطقة الجزاء. الكرة ملعوبة مرسلة إلى تاليسكا، والراسية مرت إلى خارج أرضية الملعب من تاليسكا إلى ركلة مرمى في صالح بورتو. بهذه الأثناء شوف الكرة من جديد، الانطلاقة من الجهة اليمين، العرضية في منطقة الجزاء، التسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى تتحول لمصلحة النصر. الكرة بعد التسديدة الماضية على الجهة، الكرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء خطيرة، والمحاولة العقيدي تدخل وحكم المباراة أشار إلى وجود ركلة حرة غير مباشرة في اللقطة الماضية، على ما يبدو بأنه كانت حالة تسلل على لاعب بورتو في هذه اللقطة. شوف بورتو بعدما فعل ذلك تاليسكا، الكرة ملعوبة عرضية إلى ساديو ماني، التدخل من كلاوديو راموس أنقذ فيها مرمى بورتو، لكن أيضا حكم المباراة أشار إلى وجود راية وتسلل في اللقطة الماضية. بورتو عند الكرة في الجهة اليمين، العرضية الراسية، الهدف الأول يتقدم فيه بكرة عرضية كانت خاطفة في اللقطة الماضية. تقدم بورتو الآن في شوط المباراة الأول، سجل هدف الأول في زمن شوط المباراة الأول. كرة كانت خاطفة، نيكو غونزاليز، الكرة بشكل أكبر الآن، الكرة اللعب إلى منطقة الجزاء، إلى محاولة وتسديد، هدف ثاني عن طريق إيفان خايمي. هذه المرة الإسباني الآخر بالفريق يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لمصلحة بورتو بعد أن تجريبية. الكرة اللعب إلى محاولة واصلة باتجاه حارس يا ساتر، الأخطاء الدفاعية لا تتوقف في هذه المباراة. هذه المرة سوء التقدير بين حارس المرمى والمدرب الذي يتابع المباراة. الكرة اللعب عرضية إلى راسية، لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. صالح بور في شوط المباراة الأول محرجا لكاسترو، الكرة اللعب لكنها في الشباك. هدف رابع، بورتو ينجح في تسجيله. أصبحت المباراة برباعية في أحداث شوط المباراة الأول، 4 أهداف مقابل لا شيء. بورتو ينجح في تسجيلها في أثناء شوط المباراة الأول. النتيجة أصبحت رباعية لمصلحة بورتو بهذه الأثناء. الهدف الرابع في مرمى عقيد اختار ركلة مرمى. قدم والانطلاقة بتمريرة، اللعبة عرضية من أوتافيو، يلعب كرة لغريب، الله على كرة من عبد الرحمن غريب، حلوة الكرة من أوتافيو، لعب الكرة لعبد الرحمن غريب،